اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من آخر قصة أنا نزلتها معاكم. ويا ريت قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة ما تنسوش تدعوا بالرحمة لوالدي. قصتنا النهاردة قصة حقيقية واقعية جدا، ويا ريت تشوفوا قصتنا للآخر. ويلا بينا نبدأ قصتنا. وقبل ما أبدأ الحكاية أعرفكم بنفسي. أنا إسراء، عندي دلوقتي 40 سنة، وقصتي بدأت من 20 سنة، وبسبب اللي حصل لي زمان خلاني أقعد قدامكم وأحكي لكم اللي حصل لي علشان أكون عبرة لكل أم ولكل بنت. وفي يوم كنت خارجة من الأوضة بتاعتي علشان رايحة الجامعة، ولقيت ماما قاعدة في الصالة زي عادتها، وقالت لي: جرى إيه؟ من إمتى وإنتي بتنزلي الشارع من غير طرحة؟ ادخلي يلا البسي حاجة، بلا دلع بنات. في إيه يا ماما؟ مالك؟ هو إنتي عايزة أي خناق وخلاص؟ قلتلك هلبس الحجاب لما أحس إن أنا ناوية ألتزم، مش علشان خاطر يعني إنتي عاوزاني ألبسه وخلاص. واللي في سنك بقى مستني كام سنة علشان يلتزم. وفي الوقت ده خرج بابا من الأوضة بتاعته وقال: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. امشي يا إسراء يا بنتي، روحي شوف انت رايحة فين. لو فضلت تقفي تتكلمي كتير مش هتنزلي دلوقتي. حاضر يا بابا. وبعدها نزلت، وماما قربت منه وقالت له: يا راجل يا راجل، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. البت مش صغيرة علشان نسيبها كده دايرة على حل شعرها. اخرسي قطع لسانك. مين دي يا ولية اللي ماشية على حل شعرها؟ بنتي أنا مفيش منها. انت سامعة ولا لأ؟ وإياكي تتكلمي كده تاني عليها، لحسن والله لا هتروحي بيت أبوكي. وفي الوقت ده خرجت خالتي نوال من جوه على صوت زعيق بابا وماما، وقالت: لا 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 لا، ما ينفعش طريقة كلامك دي يا سي جمال. والله ازاي يعني تعمل معاها كده وهي خايفة على بنتها؟ يعني مش كفاية انك لا مؤاخذة يعني ما طهرتهاش زي بنتي؟ بقولك ايه يا نوال، مالكيش دعوة بالحوار ده. انت سامعة ولا لا؟ ولو هتفضلي هنا في شقتي اعملي نفسك مش واخدة بالك من اي حاجة بتحصل. جرى ايه يا جمال؟ هي كانت قالت ايه يعني ولا قالت ايه؟ انا قلت كلمة يا سامية ومش عايز كلام كتير. بنتي انا مربيها وعارف اخلاقها كويس، ومش عاوز حد يتكلم. انا ماشي. وفي الوقت ده مشي بابا وراح الشغل وساب ماما وخالتي. وخالتي قالت لماما: شايفة جوزك يا ست سامية؟ قال ايه يا اختي مش عاجبه كلامي؟ ازاي بقى؟ قال ايه؟ علشان انا عايزة مصلحة بنته وخايفة عليها زي ما بخاف على هند بنتي. يرد عليا ويقول كده؟ ما تحطيش في دماغك يا نوال، هو طول عمره كده مدلعها وشايف اللي هو بيعمله هو الصح وبس. طوعيني يا سامية، انا خايفة على البت. احنا بقينا في زمن ما يعلم بيها الا ربنا. البت دي لازم تتطهر. اسكتي بقى يا نوال، لا جمال يرجع ويسمعك ويعمل لنا مشكلة من تاني. براحتك يا اختي، بس انت عارفة البنات اللي مش بيعملوا العملية دي بيكونوا ايه؟ وكانت هند بنت خالتي في اوضتها بيتكلم ولد في التليفون، وقالت: ايوه يا حبيبي، انت كمان وحشتني قوي، وما تزعلش مني علشان معرفتش اكلمك امبارح، اصل ماما كانت قاعدة جنبي. ولا يهمك يا قلبي، المهم ان انت كلمتيني، اصل انا كنت هتجنن من قلقي عليكي. يا حبيبي يا سامح، تصدق ان بحس ان مفيش حد حنين عليا غيرك انت. هتيجي تكلم مامتي امتى وتطلبني منها؟ انا يا حبيبتي، قريب طبعا. بقولك ايه، انا هقفل دلوقتي لحسن جالي شغل مهم. وقفل معاها. طيبة قوي البت دي. ودخلت خالتي وقالت لهند: انت بتعملي ايه يا هند؟ ما بعملش حاجة يا ماما، انا كنت قاعدة بذاكر اهو. هعمل ايه يعني؟ ايوه يا عين امك، ذاكري وانجحي علشان تدخلي كلية احسن من اللي فيها بنت خالتك دي. عايزاكي تتفوقي عليها يا هند، انت فاهمة ولا لا؟ طبعا يا ماما،
بنت خالتي ايه بس؟ دي مناخيرها في السما، وابوها مدلعها قوي. مش عارفة على ايه. مش جوزك اللي كان بيعاملني كأني خدامة؟ احسن حاجة ان انت اتطلقتي منه. اسكتي يا بنت يا هند، انا خايفة قوي لا يرفع قضية وياخدك مني. انا عارفاه، ده شراني، وامه هي اللي مقوياه. منها لله. لا يا ماما بالله عليكي، اوعي تسيبيني ليه هو وامه. جدتي دي مفترية، انا مش عايزة اعيش معاهم هناك. ما تخافيش يا بت، محدش هيقدر ياخدك مني. انا بعمل كل ده علشان مين؟ علشانك انتي. ده انت اللي طلعت بيكي من الدنيا. ورجعت البيت، وكانت ماما وخالته قاعدين بيعملوا الغدا في الصالة، وقلت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه يا إسراء، اتأخرتي كده ليه يا حبيبتي؟ ايه، هو انت كل ده كان عندك محاضرات، ولا بتخلصي وتخرجي تلف مع أصحابك؟ ألف ايه بس يا خالته؟ هو أنا أصلا عندي وقت للكلام ده؟ أنا كنت في الكلية، وكان عندي عملي، ولسه مخلصة دلوقتي، وجيت على البيت على طول. طيب ادخلي يلا غيري هدومك، وكليلك أي لقمة كده، وبقي شطاب المواعين اللي في الحوض جوه دي. وشوية كده هحط المحشي على النار ونتغدى كلنا. حاضر يا ماما. ده أنا لسه داخلة من الباب، يعني ارتاح حتى من السلم. هو صحيح يا إسراء هيبقى عندكم دراسة في رمضان؟ ده بعد بكرة إن شاء الله. أيوة طبعا يا خالته فيه، والامتحانات هتبقى بعد العيد على طول. وهند كمان المفروض إنها تروح الدروس بتاعتها. يا حبة عيني، الثانوية العامة مخليها مش بتقوم من على الكتاب، دي بتاكل الكتب أكل كده. أهو كده كويس برضو يا نوال، خليها تاكل الكتب وتعدي السنة دي بقى. دي المفروض تبقى في تالتة كلية، بدل ما هي يا أختي بتاخد السنة بسنتين. دي بقالها 5 سنين في الثانوية العامة. الله، قصدك إيه يا سامية؟ إن بنتي فاشلة؟ ما انتي عارفة هي كانت بتسقط وبتعيد السنة ليه؟ ما هو من المخفي أبوها اللي كان بيعاملني أنا وهي ولا العبيد، لحد ما أثر على نفسيتها يا عين أمها. خلاص يا خالته، ما تزعليش، إن شاء الله هتتفوق السنة دي وتدخل كلية محترمة. يسمع منك ربنا يا إسراء. طيب أنا داخلة أغير هدومي، ودخلت الأوضة بتاعتي اللي هند بنت خالتي قاعدة معايا فيها، وكانت بتتكلم في التليفون، وكانت لابسة لبس خفيف قوي. وأول لما شافتني قالت طيب هكلمك بعدين، يلا سلام دلوقتي. انتي جيتي يا إسراء؟ انتي كنت بتتكلمي يا هند؟ أصل خالته لسه بتقول إنك بتاكلي الكتب أكل، وأنا مش شايفاكي بتاكلي ولا حاجة. وبعدين إيه اللبس اللي انتي لابساه ده؟ هو انتي كنت بتتصوري ولا إيه؟ ما أنا كنت بذاكر مع واحدة صاحبتي في التليفون، وكنت بسألها عن حاجة كده في التاريخ. وبعدين إيه كلامك الغريب ده؟ هتصور باللبس ده ليه يعني؟ أصلك حاطة ميك اب كامل كأنك خارجة، ولبسك خفيفة قوي. أنا مش فاهمة إيه اللي انتي عاملاه في نفسك ده. اللي زيك يخلص اللي وراه أول بأول. وبعدها قعدت أنا على السرير، أديني بعمل اللي عليا أهو يا بنت خالتي. هو انتي هتنامي ولا هتعملي حاجة؟ بتسألي ليه؟ انتي عايزة حاجة ولا ايه؟ أنا؟ لا أبدا، أصلي لسه ورايا مذاكرة، وخايفة تطفي نور الأوضة علشان تنامي. لا يا ستي، أنا هروح المطبخ أكل لي لقمة كده، وبعدين أغسل المواعين وأرجع أذاكر جنبك هنا. وسبتها وخرجت من الأوضة علشان أدخل المطبخ، وهي مسكت تليفونها وقالت أيوة يا موحة، معلش يا حبيبتي، قفلت في وشك السكة. أصل بنت خالتي دخلت عليا وأنا بكلمك. إيه رأيك في الصور؟ شكل حلو مش كده؟ بصراحة قمر، وأنا مش قادر أصبر أكتر من كده، وعايز أجي أتقدم النهاردة قبل بكرة. طيب إحنا فيها أهو، ما تيجي يا حبيبي تتقدم بجد. ما تعرفش أنا هكون فرحانة إزاي والله لما أنت تعمل كده. أنت عارفة ظروفي، وأنا ما ينفعش آجي وأقول لأمك اصبري عليا. أرجوكي فكري في الكلام اللي أنا قلتهولك تاني يا سامح. تاني أجيلك الشقة ولسه ما فيش بينا حاجة؟ صعب إن أنا أعمل كده. خلاص بقى، ما تتصليش بيا تاني إلا لما تكوني واخدة حل في الحوار ده، ويلا سلام.
ورجع بابا من بره وقال: إسراء رجعت يا سامية؟ آه يا جمال، رجعت وبتغسل المواعين في المطبخ أهو. مواعين إيه يا ولية؟ البت في الجامعة، يعني المفروض ترجع وتشوف مذاكرتها وإيه اللي وراها تعمله، مش تدخليها المطبخ تغسل وتمسح. جرى إيه يا جمال؟ هو يعني لما بنتك تغسل الطبقين يبقى كده هنطلعها عن مذاكرتها؟ وبعدين ده علام ليها. أما لما تتجوز يا أخوي هتخلي جوزها يجيب لها خدامة ولا إيه؟ وليه لأ؟ وماله؟ أنا هتشرط على اللي يتجوزها إن هو يجيب لها خدامة في البيت. هو أنا ليا غيرها؟ دي بنتي، دي تعيش ملكة كده في بيت جوزها. وأنا خرجت من المطبخ وبصته وقلت له: يا حبيبي يا بابا، ربنا ما يحرمني منك أبدا ويطول لي في عمرك يا رب. حبيبة بابا انتي. أيوة يا أختي، ما انتي مالكيش إلا أبوكي، إنما أنا لأ. انتي حتة من قلبي يا ماما انتي كمان والله. ما باكلش من الكلام ده. يلا ادخلي على المطبخ كملي المواعين يا قلب أبوكي. حاضر يا ماما، عن إذنك يا بابا. أنا داخلة المطبخ. وسبتهم ودخلت، وكل ده وخالتي عمالة تعوج في بقها: خف على البت يا سامية، دي هتبقى دكتورة صيدلانية قد الدنيا. أنا داخل أوضتي أغير هدومي. هو إيه يا أختي ده؟ والله ما حد هيبوظ البت دي غير جوزك ده يا سامية. يا أختي ده أنا مرارتي اتفقعت منه. أعمل إيه بس يا نوال؟ ما هو اللي مدلعها كده. لا لا لا، ده دلع ماسخ ومرق. وبعدين بنتك لازم تتحجب. دي كبرت اهي. وانت عارفة الحارة اللي احنا فيها دي كل واحد وواحدة بكلمة، ومحدش بيسيب حد في حاله. فهماني يا اختي؟ قطع لسان اللي يجيب سيرتنا بكلمة يا نوال. انا بنت متربية احسن تربية، وانا كمان بنتي متربية احسن تربية. دي البت بتمشي في الحارة وتقول يا ارض اتهدي معليكي قدي. وماما بصت لها وقالت: بقولك ايه، خلينا في رمضان اللي بعد بكرة ده. احنا عايزين ننزل ونشتري الحاجات بتاعت رمضان ونخلي كل حاجة هنا اللي تشوفيه يا اختي. وجه رمضان وعدت الأيام، وكنت في يوم راجعة من الكلية ووقفني شاب وقال لي: ازيك يا إسراء؟ حسام، انت عايز مني ايه؟ وازاي توقفني في الشارع كده؟ بعد إذنك خليني أعدي لو سمحت. لحظة بس يا إسراء، أنا عايز أقعد أنا وإنتي ونتكلم. أنا غرضي شريف والله، وعايزين نقعد مع بعض. مش هينفع يا حسام، أرجوك بلاش توقفني كده تاني. عن إذنك أنا ماشية. وسبته ومشيت، ورجعت البيت ولقيت هند بتقول قدام ماما وخالته وهم واقفين في المطبخ: حمد لله على السلامة يا إسراء. بس على فكرة، حلو الشاب اللي انت كنت واقفة معاه على نصة الشارع ده، بس بصراحة شكلكم كان اوفر قوي. وماما برقت عينيها وقالت: شاب؟ شاب ايه يا هند؟ إسراء كانت واقفة مع شاب؟ يا خالته، كانت واقفة مع شاب، ونازلين هزار وضحك وايه. مش عايزة اقولك، ده حتى ما عملتش حساب ان احنا في نهار رمضان. طيب مش كنت خليتيها بالليل احسن؟ اخرس يا هند، ضحك ومسخرة ايه اللي انت بتقوليه عليا ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ما تصدقهاش يا ماما، دي كدابة. في ايه يا إسراء؟ وهي بنتي هتكدب ليه؟ هتتبلى عليكي يعني ولا ايه؟ يعني انت هتكدبيني وتقولي انك ما كنتيش واقفة مع واحد على ناصية الشارع؟ ما تردي يا بت على بنت خالتك. حصل وكان في واحد واقف معاكي؟ كان في، بس ما حصلش اني اتكلمت معاه وهزرت وضحكت زي ما هي ما بتقول. ده هو كان عاوز يتكلم وانا صديته وسبته ومشيت. هو ده اللي حصل والله. راحت ماما ضرباني بالقلم وقالت: اخرسي يا قليلة الأدب، من امتى واحنا بنقف مع شباب في الشارع؟ والله لما يرجع أبوكي لا يشوف له صرفة معاكي، غوري من وشي. ودخلت أوضتي وفضلت أعيط. وخالتي قالت لماما: البت بنتك عيارها فلت خلاص يا سامية، كل ده علشان جوزك يا اختي يدلع فيها قوي. لا، البت خلاص ما بقاش يهمها حد. أنا لما يرجع بس أبوها وأشوف صرفة معاه في اللي هو بيعمله معاها ده، ولازم تخليه يقطم رقبتها.
ما هند بنتي اهي متربية ومحترمة وزي الفل. وبعد اللي حصل ده وفي شقة بس في بيت قديم، ودخلت هند. جيتي ليه؟ انت مش كنتي على مبدأك انك مش عايزة تجيلي هنا خالص؟ ايه اللي حصلك؟ والله ما بيهون عليا زعلك، ما تعرفش انا بحبك ازاي يا سامح. طب فكرتي في اللي انا قلتلك عليه بجد؟ انا مش قادر اصبر اكتر من كده. انا ما بعملش حاجة حرام. انا هجيلك بالليل وهنكتب الورقتين العرفي. بس طبعا يا حبيبتي الورق ده تسيبيه هنا، اصل انا خايف مامتك تشوفه ولا اي حد ويعمل لك مشاكل. خلاص موافقة، همشي انا بقى دلوقتي وابقى اجيلك بعدين. والله ابدا ما سيبك تمشي، ده انا ما صدقت ان انتي وافقتي. بصي، اتصلي بمامتك وقولي لها انك عندك مذاكرة كتير وهتقعدي مع صاحبتك وتذاكري وكمان قولي لها ان احنا هنفطر سوا النهارده. ياه، قد كده بتحبني يا حبيبي؟ عينيا، انا هقول لها كده. وفعلا هند عملت كده، واتصلت بخالتي وقالت لها انها هتتأخر علشان وراها مذاكرة كتير. وفي شقتنا رجع بابا والمغرب أذن، وساعة الفطار قال: أمال فين إسراء وهند؟ مش هيفطروا ولا إيه؟ هند وراها مذاكرة كتير وعند صاحبتها وبتذاكر، إزاي يعني تفطر بره؟ وإسراء فين؟ هي كمان برضو بتذاكر عند صاحبتها. وماما كانت قاعدة مكشرة وقالت: معرفش، وعنها ما أكلت يا جمال. إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هي البت عملت إيه يعني الكل ده؟ عملت إيه؟ قول ما عملتش إيه؟ قولي له يا أختي على اللي هند شافته النهاردة. شافت إيه؟ ما تقولي، مالك قاعدة ساكتة كده ليه؟ هند النهاردة وهي واقفة في البلكونة شافت إسراء واقفة مع شاب على أول الشارع، وقال: إيه يا أخويا؟ واقفين يهزروا ويضحكوا مع بعض، واللي يشوفهم يقول خطيبها. انتي بتقولي إيه؟ بقى إسراء بنتي واقفة مع واحد في الشارع وعمالة بتهزر معاه كمان؟ يا جمال، شفت تربيتك يا أخويا؟ اشرب بقى. انتي تسكتي خالص يا سامية، أنا بنتي لا يمكن تعمل كده، ده أنا كدب عينيا حتى لو شفتها. يوه، جرى إيه يا سي جمال؟ أنت مش عايز تصدق عليها حاجة ليه؟ هي بنتي يعني غير كل البنات ولا إيه؟ أيوة يا نوال، بنتي غير كل البنات. إيه رأيك بقى؟ بقولك إيه يا جمال، البت دي لازم تتطهر علشان نحافظ عليها. بنتك عيارها هيفلت ومش هنعرف نسيطر عليها بعد كده. بقولك إيه يا سامية، بطلي يا اختي الجهل والخرافات اللي انت بتقوليه انت واختك ده. انا بنتي متربيه واخلاقها مفيش منها في الدنيا. وانت يا ست نوال، بطلي الكلام اللي انت بتقعدي تحطيه في ودانها ده من ناحيه البنات. واذا كان يا اختي يعني حصل لك حاجه في بيت حماتك وتحكماتها وزنها عليكي لما خلتك تعملي كده في بنتك، الكلام ده ما يمشيش في بيتي هنا. كلام ايه يا جمال؟ الحق علينا يا اخويا ان احنا خايفين على البنات من الدنيا والزمن ده. الدنيا والزمن ملهمش علاقة باللي بنعمله في بناتنا لما ندمر نفسيتهم بالجهل اللي في دماغكم ده. انا داخل اشوف بنتي. ودخل بابا ولقاني بعيط، وقلت له: والله يا بابا ما حصل اللي هي بتقول عليه ده، ولا هزرت ولا حتى اتنفست. ده هو قال لي عايز اتكلم معاكي وغرضي شريف ومش عارف ايه. سبته ومشيت على طول من غير ما اتكلم معاه. انا مصدقك انت يا حبيبتي، ولا يهمك منهم. سيبك منهم بس وقوليلي مين ده. ده حسام ابن عم محمد صاحب السوبر ماركت. ده بيشتغل محامي، انا عارفه، ولد مؤدب جدا، ولا يمكن يقف في الشارع ويهزر معاكي. على العموم انا هتكلم معاه واشوفه كان عايز منك ايه. ما تزعليش نفسك بقى، يلا يلا علشان نفطر سوا. وعدت الايام وانا كنت طالعه فوق السطوح علشان انشر الغسيل، وسمعت هند بتتكلم في التليفون وبتقول: خلاص يا حبيبي، كلها يومين والعيد يجي ونتقابل بقى. انا مش عايزه اجي في رمضان تاني، بصراحه بحس ان هو حرام عليا. بقولك ايه يا هنوده، انا هاخدك اول يوم العيد عندنا علشان اعرفك على امي. ايه؟
بتقول ايه؟ مامتك هتشوفني والموضوع هيكون رسمي؟ خلاص يا حبيبي، انا هفكر كده واجي معاك. وانا دخلت عليها وقلت لها: انتي بتكلمي ولد يا هند، وكمان بتقولي له ان انتي هتروحي له البيت؟ انتي اتجننتي ولا ايه؟ انا هقول لامك على كل ده. بقولك ايه يا حبيبتي، انتي هتتبلي عليا ولا ايه؟ وبعدين انتي مالك اصلا؟ بس عايزاكي تروحي وتقولي اي حاجة كده، وانا هقلب الترابيزة عليكي، وانتي عارفاني. وخالته ما هتصدق تسمع مني، وباباكي اللي مدلعك ساعتها مش هيعرف يعملك حاجة. اوعي كده من قدامي. يا لهوي يا هند، ايه كمية الكره والغل اللي جواكي دي؟ يا ساتر يا رب. انا كده يا ماما مش بحب حد خالص، وبقولها لك تاني اهو. لو جربتي وقلتي حاجة عني، ولو جبتي سيرتي بحاجة، يبقى انت ساعتها الجانية على نفسك. وسابتني ونزلت. ويوم الوقفة بابا قال لماما: بقولك ايه يا سامية، انا مسافر بعد الفطار مع ابن عمي، هنروح البلد علشان نصلي العيد هناك مع العيلة. طيب ما تاخدني معاك البلد يا بابا، انا نفسي اروح هناك قوي. تروحي فين يا اسراء؟ دي عيلة ابوكي يا حبيبتي، مش بيطوق يسمعوا سيرتك انتي وامك. لا حول ولا قوة الا بالله. بطلي كلامك ده يا نوال، دي اختك اللي مش بتحب تروح هناك. لو عايزة تيجي يا حبيبتي تعالي. لا يا جمال، روح لوحدك. اسراء هتفضل معايا هنا، سيبها. اهو شفتي جالك كلام يا ست نوال؟ ما هو فعلا يا جمال، انا مش بحب اروح هناك علشان اختك الكبيرة مش بتحبني اصلا، وانا كمان ما بحبهاش. انا هقول ايه؟ ربنا يهديك يا سامية. انا داخل احضر هدومي، انا هفضل هناك اول يومين بتوع العيد. ماشي يا حبيبي، تروح وترجع لنا بألف سلامة يا رب. وتاني يوم الصبح قلت اطلع فوق السطوح اتفرج على العيال وهم خارجين في الشارع. لقيت اللي طالع ورايا وبيقول لي: كل سنة وانت طيبة يا إسراء، عيد سعيد عليكي. ايه ده؟ انت انت ايه اللي جابك هنا؟ ارجوك ارجوك امشي، انا مش عايزة مشاكل. انا شفتك طالعة هنا بصراحة، قلت اطلع واقولك كل سنة وانت طيبة. على فكرة انا كلمت عم جمال عليكي وهو وافق، وقال لي بعد العيد تعالى تقدم رسمي. طيب بعد إذنك، مش عايزاك تفضل هنا، انزل بقى. وكانت خالته واقفة على السلم وبتسمع كل اللي قاله حسام، وقالت: يا لهوي، بقى الواد المحامي ده عايز يخطبها، وبنتي أنا لأ، والنبي ما أنا معدياها بالساهل. ودخلت ومسكتني من شعري وقالت: تعالي، والله لكون قايلة لأمك إن انتي واقفة هنا معاه ولا همك. أرجوكي أرجوكي لو سمحتي، أنا طلبت إيد إسراء. إيه اللي انتي بتعمليه ده؟ سيبيها. انت تسكت خالص وتفضل امشي من هنا بقى، يلا. ونزل حسام وجرتني خالتي من شعري من أول فوق السطوح لحد شقتنا تحت، وقالت لماما: ابعتي هاتي الداية يا سامية، البت دي لازم تتطهر دلوقتي وحالا. أنا قفشتها مع الواد فوق السطوح وهي في حضنه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، معقول الكلام ده؟ اتصلي بالداية، بنتك لازم تتطهر دلوقتي وحالا. يلا يا سامية، مفيش وقت، البت هتضيع منك، يلا. وبعدها هتقعدي تندبي وتقولي: يا ريت اللي جرى مكان. حرام عليكم بقى، سيبوني سيبوني. اخرسي يا بت، مش عايزة اسمع صوتك ده خالص. وبعدها جابوا الداية، وبعد ما عملت اللي عملته أنا كنت في الأوضة عمالة أعيط ومش مصدقة اللي حصل لي ده. وهند كانت بتتكلم بره في الطرقة: إيه يا هند، أنا فضلت واقف كتير وإنت منزلتيش، حرام عليك يا شيخة الوقفة دي. معلش يا سامح، عايزين حاجة مهمة في البيت، وبعدين أنا حاسة إن أنا دايخة قوي ومش قادرة. وبعدها أغمى عليها وخرجت خالتي والداية. يا لهوي يا لهوي يا بنتي، هو إيه اللي جرالها؟ تعالي تعالي شيليها قصادي. وبعدها دخلوها أوضة خالتي، والداية شافتها
وقالت: والله يا اختي انا مش عارفه اقولك ايه، بس بنتك حامل. انت بتقولي ايه؟ انا بنت متربيه احسن تربيه، ولا يمكن تعمل كده. تقدري تجيبي اختبار حمل وتتاكدي بنفسك. بعد اذنك بقى، انا هستناكي بره. بنتك حامل من مين؟ يا نهار احوس ومنيل، ازاي ده حصل؟ الحقيني يا اختي، الحقيني يا اختي، هتصرف ازاي دلوقتي؟ وبعدها دخل بابا وقال: مالكم واقفين كده ليه؟ وايه الصوت اللي جوه ده؟ هو في حد تعبان ولا ايه؟ جمال، هو انت رجعت ليه؟ اقصد يعني شفت بنتك اللي مش محترمة؟ كانت على السطوح هي والواد حسام النهاردة. عايز اعرف دي بتعمل ايه هنا بالظبط؟ بنتك يا اخويا، اه، كان لازم يتعمل لها العملية. برضو يا سامية عملت اللي في دماغك؟ مفيش فايدة فيكي، والله ما انت قاعدة فيها لحظة واحدة بعد النهاردة. امشي اطلعي بره، انت طالق. يا لهوي يا جمال، تطلقني اول يوم العيد كده؟ حرام عليك يا راجل. وانتي مش حرام عليك اللي عملتيه في بنتك ده؟ وبسبب اختك اللي عقلها تعبان انا مصيبتي اكبر يا جمال، ومش عارفه اتصرف ازاي. انا بنتي حامل، انا بنتي حامل، ومعرفش حامل من مين. علشان تعرفي ان بنتك مش محترمه اصلا. امشي اطلعي بره بيتي، ارجوك ارجوك رجعني يا جمال. انت عارف ان انا ماليش مكان اعيش فيه. والله ما انت قاعده هنا لحظه واحده بعد اللي حصل ده. بره، وانت كمان بره. وبعدها دخل بابا وقال: حقك عليا، حقك عليا ان اخترتلك ام زي دي يا بنتي. والله يا بابا، والله يا بابا ما عملت حاجه غلط، منها لله هي واختها. وقعد يعيط جنبي. وبعدها ماما مشيت وعاشت مع خالته في أوضة تحت السلم. وسامح لما عرف إن هند حامل ساب الأوضة اللي كان ساكن فيها وهرب، ومحدش يعرف عنه أي حاجة. وهند الحمل بتاعها مكملش، وكان كل لما يجي يتقدم لها عريس ويعرف حكايتها وإنها غلطت قبل الجواز كان بيسيبها ويمشي، ومحدش قادر يغفر لها الغلطة دي، وما اتجوزتش لحد دلوقتي. وبعد فترة أنا اتجوزت حسام، بس عمري ما كنت سعيدة معاه بسبب اللي عملته أمي فيا. وأنا وهو كنا قاعدين مع بعض في الأوضة، وقلت له: للأسف اللي بيحصل لي ده غصب عني يا حسام. انت راجل وليك حقوق وواجبات، وأنا مش هقدر أظلمك أكتر من كده. أنا هلم هدومي وهروح لبابا، وانت ابعتلي ورقتي. وبعد كده حسام عاش حياته عادي، وأنا كمان عشت حياتي وكملت دراستي واشتغلت. بس كان نفسي يبقى عندي بيت وجوز وأولاد وحياة طبيعية زي أي حد، بس للأسف ما حصلش بسبب عادات وتقاليد كانت السبب في وجودي هنا. علشان أقول لكل أم ولكل أب: اوعوا تحرموا بناتكم من أعز ما ليهم، ربوهم على الدين والقيم والأخلاق، وعمر العادات والتقاليد هي اللي كانت بتربي. ويا رب تكونوا استفدتوا من قصتي، وربنا يحفظ بناتكم من أي شر. ولحد هنا خلصت حكايتنا، بس ما خلصتش قصصنا. ولو أول مرة تشرفونا في القناة ياريت تنزلوا تشتركوا حالا وتفعلوا الجرس وتختاروا كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعارات القصص الجديدة بتاعتنا أول بأول. وما تنسوش إن تشجيعكم ودعمكم لينا هو اللي هيخلي القناة تستمر.